بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جديد وإجابة جديدة. التسويف وما أدراك ما التسويف. طيب يعني إيه تسويف؟ وليه أصلا بنسوف؟ وهل في أنواع من المسوفين والتسويف؟ وإزاي أبطل تسويف؟ كل دي إجابات هجاوب عليها في الفيديو ده. بس قبل ما أجاوب على الكلام ده بقى خليني أسلم عليكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلام سعد ويلا بينا نبدأ الحلقة. بس ما تنساش إن أنت تفعل زرار الجرس وتشترك على القناة عشان يوصلك مني كل جديد، وتعمل لايك عشان أنا بتعب والله. وما تنساش إن أنت تعمل شير للفيديو وتعمل شير للقناة علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس ونفيدهم. ويلا بينا. التسويف هو ان انا افضل اقعد اماطل في الحاجة علشان اخلصها، واوقات ممكن ما اخلصهاش خالص واشيلها من دماغي، يا الا ان انا اخلصها في اخر لحظة، يا الا ان انا اخلصها بعد الديدلاين، بعد الوقت اللي المفروض اخلصها فيه. طب احنا بنسوف ليه؟ احنا بنسوف اوقات كتيرة علشان احنا مش عارفين ايه هو اللي المطلوب مننا بالظبط، في معلومات مش كاملة، في معلومات ناقصة. فانا بسوف علشان اوقات كتيرة بيكون عندي معلومات ناقصة. اوقات كتيرة انا بسوف لان انا مش عارف ايه هو المطلوب مني. يعني لو حد ادالك كلام كتير والمفروض ان انت تعمل، يعني حضرتك انا ايه المطلوب مني دلوقتي؟ انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ واوقات كتيره ما بنكونش عايزين نعمل بقى اصلا اللي هو مطلوب مننا. يعني انا مش جاي معايا ان انا اعمل اللي انت طالبه ده، فانا ما قلتلكش لا، مش عايز. فانا بفضل بقى ايه، اسوف اماطل واكبر دماغي وفي الاخر خالص ما اعملش الحاجه دي. اوقات كتيره انا ما بكونش في المود، ما عنديش مود، ما عنديش مزاج، زعلان، مكتئب، متضايق، ما عنديش حافز. فمشاعري برضو بتكون هي سبب من اسباب ان انا بسوف وان انا بماطل. اوقات كتيره انا ممكن اكون بماطل عشان نسيت اصلا، انا عندي مشكله مع الذاكره، فانا نسيت ان انا المفروض كنت اخلص الحاجه دي. خوف علشان خاطر احنا بنكون فاكرين ان احنا لازم نخلص الحاجة على اخر نفس. يعني عندنا ميعاد الساعة 7، فاحنا لازم نفضل نلبس لحد الساعة 7 الا ربع، وبعدين نروح 7 وربع. فاحنا لازم نفضل ايه، نأخر نفسنا، لان احنا عندنا فكر ان ايه، ان انت كده هتبقى تمام. اوقات بقى كتيرة بنقول احنا هنسوف، احنا انا محتاج الوقت الصح، انا هتغير لما يجي الوقت الصح، انا هبدأ رياضة لما هيجي الوقت الصح، انا هلعب، انا هروح اسافر واروح رحلة لما يكون معايا الفلوس الكافية، انا هروح للدكتور لما الاقي الدكتور المظبوط. ده شكل من اشكال التسويف. ليه؟ لان مفيش حاجة اسمها وقت صح، هو انت بتخلق الوقت. يلا دلوقتي، هو الوقت معايا في دلوقتي، فانا بخلقه دلوقتي. اوقات برضو بنأجل عشان احنا محتاجين نفكر بقى في الخطوات، ونفكر في الحلول، ونفكر في كل حاجة، ونفكر في كل حاجة في المستقبل عشان يبقى عندنا الصورة كاملة. لان ده احنا مفيش بني ادم بيبدأ حاجة وبتكون عنده الصورة كاملة، مفيش. الرسام بيبدأ بخطوط، والخطوط دي بتوري له في النهاية الصورة هتبقى عاملة ازاي. مفيش بني ادم بيبدأ الحاجة وبيكون عارف كل المعلومات والمعطيات اللي هو بيكون عايزها. نأجل علشان اوريدي انا بعمل مهمة تانية، انا بعمل حاجة تانية، فانا لما اخلص الحاجة دي هبقى ابدأ، فاحط مهمة واكبر دماغي من الحاجة الاساسية اللي انا نفسي اعملها او ان انا نفسي احققها. باجل علشان خاطر انا مش عارف اخد القرار اصلا، انا عندي مشكلة في القدرة على التنفيذ. فانا اوقات ان انا مش بعرف ان انا يعني التزم واعمل العادة بتاعتي، لان انا بكون مش عارف اخد قرار، او انا مش عارف انفذ. بسوف علشان انا بحب اشتغل تحت ضغط، انا بحب شعور السسبنس، انا بحب ابقى حاسس ان في حاجة فوق دماغي. فانا لما في حاجة هتفضل فوق دماغي انا هبتدي ان انا كده ايه، اركز اكتر وان انا ابطل مماطلة. طيب انواع بقى المتسوفين، ودي معلومة جميلة وجديدة جدا بفضل الله يعني. طيب اولا، اول نوع من المتسوفين الشخص المثالي، الشخص اللي مش عايز يبدأ حاجة علشان هو عايزها كاملة بنسبة 100%. انا هبدأ لما اكون مستعد بنسبة 100%. الشخص ده مثالي. متسوف الحالم هو الشخص اللي بقى مش عارف يبدأ المهمة، لان هو مش عارف ياخد باله من التفاصيل، مش عارف يجمع كل التفاصيل ويحطها في، يعني يحطها في الهدف. فهو عنده مشكلة في جمع التفاصيل والمعلومات. المتسوف المتحدي اللي هو يقول لك ايه، محدش يقول لي اعمل ايه، محدش يقول لي وقت اشتغل فيه، محدش يحط لي تايم تيبل، محدش يقول لي مواعيد، محدش انا هعمل كل حاجة،
أنا هاحط المواعيد لنفسي، أنا اللي هاسوي، أنا اللي هاخلّي. وده بيبقى شكل من أشكال التسويف، إن هو مش عايز حد يحط له مواعيد عشان هو لازم يلتزم، فهو عشان يطلع برّه الدايرة دي يعمل إيه، يقول لك ما حدش يحط لي مواعيد، ما حدش يعمل لي، ما حدش يسوي لي، وهكذا. أمّا بقى المتسوف اللي بيخاف من المجهول، أنا باخاف من المجهول، فأنا خايف إن أنا أخرج برّه دائرة الراحة، فأنا هافضل أسوّف، 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 أسوّف. ليه؟ خايف أخرج برّه دائرة الراحة، هاعمل حاجات جديدة وهابدأ عادات جديدة وهابتدي بقى أشوف حاجات أنا ما شُفتهاش وهاعيش حاجات أنا ما عِشتهاش وهاحس حاجات أنا ما أحسّهاش. لا، لا يا عم كبّر دماغك، خلّيك في دايرة الراحة ولِف فيها وما تطلعش برّاها وإيه، وخلاص. وطبعًا بقى المتسوّف اللي هو بيحب زي ما قُلنا يشتغل تحت الضغط، أنا باحب أشتغل تحت الضغط، اضغطني هيطلع منّي أحلى شُغل. اديني هيطلع مني احلى شغل، لكن تسيبني براحتي وتسيبني على مهلي وواحده واحده هتلاقيني نمت وكسلت وكده. يعني في بقى المتسوف اللي هو ما عندوش وقت. يا ابني ما بدأتش ليه يا ابني؟ ما عنديش وقت، انا مشغول على طول، مشغول دايما، مش لاقي وقت، يومي مليان. مع ان انت ممكن تبدأ العادة بخطوة صغيرة، انت ممكن تبدأ العادة ب5 دقايق بس. يعني تعمل الحاجة اللي انت نفسك تعملها لمدة 5 دقايق كل يوم، تعملها بس ل5 دقايق بس. طبعا بقى الشخص ده يقول لك لا ما عنديش وقت، او مثلا ما يقولكش ال5 دقايق دول مش هيعملوا لي حاجة، مش هيغيروا حاجة. انت محتاج تفهم ان الموضوع مش بالوقت، مش بالكمية، مش بان انا قعدت 5 دقايق ولا ساعة ولا 20 ساعة. هي في البداية بتبقى محتاج تركز ان ده يبقى جزء من يومك، اللي انت نفسك تحققه ده يبقى جزء من يومك بتعمله في اليوم. مش مهم بقى لمدة قد ايه، المهم انك تفضل تكرره. علشان ابطل عادة التسويف اعمل ايه؟ انا محتاج ان انا كل يوم الصبح او بالليل قبل ما انام احط المهام اللي المفروض ان انا اعملها كل يوم. اصحى من النوم انا المفروض اعمل 1 2 3 4 5، وبالليل قبل ما انام اعمل 1 2 3 4 5. فانا محتاج اكتب الحاجات اللي انا المفروض احققها. محتاج ان انا وانا بكتب المهام دي اكون طيب ورحيم وحنين على نفسي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ما احطش مهام وما احطش تاسكات تبقى تقيلة عليا وكتير عليا وهتبقى بتخنقني ومش هعرف اعملها غير اسبوع، وبعد كده هحس ان انا خلاص مش قادر، انا عايز انام تعبان جدا. انا محتاج ان انا احط مهام بسيطة، خطوات بسيطة لمدة 10 دقايق أو 20 دقيقة مبدئيا، وبعد كده أزودها واحدة واحدة. ومنساش أوقات البريك، أوقات الاستراحة، إن ما بين كل مهمة ومهمة أنا محتاج إن أنا يكون عندي وقت استراحة أتكلم فيه، أخرج فيه، أنزل فيه، أكل فيه، أعمل حاجة فيه. يعني أعمل حاجة جد وحاجة راحة، حاجة جد وحاجة راحة، وهكذا. محتاج إن أنا أكون بشيل كل حاجة حواليا بتشتتني. يعني لو جنبي راديو اقفله، لو في حد في مكان جنبي بيتكلم ابعد عنه، لو انا قاعد في الاوضه وبره في الصاله في ناس عماله بتعمل دوشه انا محتاج ان انا اقفل على نفسي الباب. لو انا قاعد في مكان والتلفزيون شغال انا محتاج ان انا اقفل التلفزيون. بمعنى ان انا محتاج اخلق لنفسي جو يخليني في حالة من العمق وفي حالة من التركيز وفي حالة من اللحظة. انا دماغي وعقلي ومشاعري وكل حاجة بتفكر في الحاجة اللي انا ماسكها دي دلوقتي وبس. انا لازم افرح بالانجازات بتاعتي. بمعنى ان انا لو عملت انجاز، يعني بمعنى ان انا لو حطيت هدف او تاسك او مهمة لمدة 5 دقايق وعملتها، اسقف لنفسي واقول لنفسي برافو والله عليك يا سيكا وانت احلى واحد في الدنيا وياتي ياتي حبيب بابا وماما، واتبسط بنفسي كاني طلعت المانش وما استناش من الاخرين ان هم يعملوا لي ده. يعني انا من الاخر كده وانا ببني العاده، وانا ببني انا بلتزم بالعاده، انا محتاج اعامل نفسي على اساس ان انا اللي بابا وماما لنفسي، ما استناش بابا وماما هم اللي يجوا يسقفوا لي ويقولوا لي برافو وشاطر ومش عارف ايه. انا محتاج ان انا اللي اسقف لنفسي. محتاج تعرف ان عادة عدم التسويف او الالتزام هي عبارة عن عضلة، محتاج ان انت كل يوم تفضل تمرنها. اليوم اللي مش هتمرنها فيه العضلة دي هتضعف، ولو فضلت قاعد فترة مش بتمرن العضلة دي مش هتكون قوية. الناس الناجحة هم الناس الملتزمة، الناس الناجحة هم الناس اللي اشتغلوا على عضلة الالتزام، حاولوا ان هم ينموها ويشتغلوا عليها، فبقوا مع الوقت ناجحين لان هم عرفوا يحققوا الاهداف اللي هم
رسموها لنفسهم واشتغلوا عليها. انت محتاج تختار الناس اللي في حياتك، محتاج تختار الناس اللي في حياتك اللي بيحبوا الانجاز، اللي بيشتغلوا على عضلة الانجاز، بمعنى ان هم لما يحطوا هدف يوصلوا له. ناس عملية ولكن في نفس الوقت تكون عاطفية وبتحس. فانت محتاج ان انت تختار الاشخاص اللي في حياتك اللي بيكونوا بيشتغلوا على عضلة الانجاز، اللي هم دايما وعلى طول بيحاولوا ان هم يحققوا الاهداف اللي هم بيحطوها لنفسهم. ناس ايجابية، ناس بتضحك، ناس سعيدة، ناس متفائلة. وتبعد عن الناس السلبية اللي بتقول كلام سلبي، اللي دايما بتحبط، اللي دايما بصة للحياة بشكل سلبي وبصورة ظلامية. فانت دايما محتاج ان انت تبص وتتعامل مع الاشخاص الايجابيين، وتاخد في حياتك رموز او اشخاص ايجابيه محققين اهدافهم واحلامهم. بيقول لك ان الالتزام هو ان انت تعمل الحاجه اللي انت اصلا مش عايز تعملها. هو ده الالتزام، ان انت تعمل الحاجه اللي انت مش عايز تعملها. في كل المرات اللي عقلك يقول لك فيها ما تعملش، حاول ان انت تعمل. فمن الاخر كده، اعمل الحاجات اللي انت مش عايز تعملها، اللي انت كسلان تعملها، قوم اعملها. فالالتزام هو ان انا اعمل الحاجه اللي انا مش عايز اعملها. هي دي اللي بتبني العضله. مفيش حد بيبقى رايح الجيم وعايز يروح الجيم. مفيش حد بيبقى عايز يشيل اوزان تقيله. محدش بيبقى عايز يجري على التريدميل ويتعب نفسه. محدش بيبقى عايز يعمل ده. لكن ايه الفرق ما بيني وما بين شخص ملتزم وشخص كسول؟ هو ان الشخص الملتزم بيحاول يقسى على روحه، والشخص الكسول بيقول لك خلاص بقى يا عم انا مش قادر، انا الحياه بقى صعبه، هو انا هصعبها على نفسي زياده؟ علشان تكون اكثر التزام، حاول تبدأ بالحاجات الصعبة في الاول، ما تبدأش بالحاجات السهلة. يعني من الاخر كده، لو انت قاعد بتذاكر، ذاكر اصعب حاجة في الاول، ما تذاكرش اسهل حاجة. ليه؟ لان الحاجة الصعبة هتاخد منك تركيز، وهتاخد منك مجهود، وهتاخد منك طاقة، وهتاخد منك تفكير، وهتاخد منك مشاعر. فلما انت هتخلص الحاجة الصعبة، هيبتدي الحاجة السهلة هتبقى محتاجة طاقة اقل. لكن لما تخلص طاقتك في الحاجات السهلة في الاول، وبعدين تسيب الحاجة الصعبة، هتستصعبها. فدايما ابدأ بالعادات الصعبة الصبح، او ابدأ بالعادات الصعبة الاول، وبعد كده سيب الحاجات الاسهل فيما بعد. علشان تكون اكثر التزام، انت محتاج ان انت تكون محدد المكان اللي انت بتشتغل فيه او بتذاكر فيه. انت بتكون محدد لبس معين انت بتلبسه ومش بتغيره. يعني مثال، مثلا انا كل يوم او كل مرة بطلع لكم بنفس القميص الجينز الجميل الازرق ده، خلاص، وبقعد بيه قدامكم. ليه؟ انا بعمل كده علشان انا مش كل مرة هعمل فيديو هقعد افكر انا هلبس ايه. فده هيخليني اسوف. ما اوقات انا ماليش مزاج البس، اوقات بقى هحس ان انا قررت لبس كتير، فانا احس ان انا مش هيبقى عندي لبس، فانا متضايق، هيبتدي عندي مشاعر. لا، انا هطلع بنفس القميص الجميل اهو الجينز ده، واقعد اتكلم معاكم بيه، ومش مشكله ان انا ابقى بلبسه كل مره، هيبقى زي اليونيفورم، علشان ما اقعدش افكر كتير واضيع وقت في حاجات سطحيه. خليني في الاساس، هو ان انا بعمل فيديوهات عشان افيد الاخرين، عشان انا حابب ان الاخرين يستفادوا بفضل وقوه الله. ومن الاخر كده، اخر حل بقى، انت محتاج تبقى صادق وصريح مع نفسك. ان انت لما تكون عندك عادة التسويف، محتاج ان انت تعترف وتقول انا عندي عادة تسويف، ولازم تعرف جذورها، وتعرف ايه هي المسببات بتاعة التسويف. لان انت شخص غير ملتزم، هي دي الصفة، لكن تحت الصفة دي بقى في زي شجرة وليها فروع، ليها اسباب، في اسباب مخلياك ان انت تكون شخص مسوف. فانت عشان تحل الأزمة الكبيرة، انت محتاج تبص للعمق، محتاج تبص للجذور. ايه هي الأسباب اللي مخلياك ان انت تكون شخص مسوف او شخص غير ملتزم؟ فكون صريح مع نفسك، وبعد ما تكون صريح مع نفسك اعرف الاسباب، وبعد ما تعرف الاسباب امشي في طريق الشفاء، واطلب من الله ان هو يساعدك، واطلب من الله ان هو يقف جنبك، وان شاء الله باذن الله هتكون ملتزم. لان احنا قلنا ان التسويف عضلة بنشتغل عليها وبتقوى مع الوقت وبالصبر والمجهود وكل حاجة. كل ما هتزق اكتر في العضلة دي، كل ما هتدي لك اكتر التزام وانتاجية ونجاح. انا كده جاوبت على السؤال. لو عجبك الفيديو، ما تنساش ان انت تفعل زرار الجرس وتشترك على القناة عشان يوصلك مني كل جديد، وتعمل لايك للفيديو علشان انا بتعب والله. وما تنساش ان انت تعمل شير للفيديو وتعمل شير للقناة عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس ونفيدهم. كان معاكم مسلم سعد، وتابعوني.